رحلة حرة بودكاست بيخلق مكان آمن وبسيط نرجع فيه علاقتنا بروحنا بسلام، مكان بيتقابل فيه العلم والإنسانية مع العلاج والتأمل والفهم مع الراحة النفسية. كل يوم 2 الساعة 6 هتشاركوني أنا دكتورة كريمة خطاب، معالج نفسي، مع بنتي وصاحبتي المهندسة المعمارية ندى سمير. مساء الخير. النهاردة هنبدأ معاكم رحلة حرة. نبدأ معاكم أم وبنتها دكتورة كريمة خطاب، معالج نفسي، وأنا ندى سمير، مهندسة معمارية. النهاردة عايزين نبتدي بحاجة شائعة جدا. أنا بشتغل بقالي حوالي 40 سنة معالج نفسي، وأخدت بالي إن ما يطلق عليها بالأعراض النفس جسمية بقت منتشرة قوي. إيه بقى الأعراض النفس جسمية دي؟ الأعراض النفس جسمية هي أعراض جسمية زي الصداع ممكن، ساعات القولون كمان فجأة بيتكلم. بيتهيألي كلنا عدى علينا موضوع القولون ده في مرحلة ما. صح يا ندى. بس الحقيقة الأعراض أكبر من كده. بتبتدي بحاجة بسيطة قوي. مزاجي مش كويس، مش عايزة أقابل حد، فحد يقول لي عندك اكتئاب، فلا مش هو ده. بطني بتوجعني، بدأ يجي لي إكزيما، حاجة في جلدي، سمعي بدأ يبقى فيه زي وش، الذبابة الطايرة كأن في حاجة نقطة سودة بتطير قدام عيني. احيانا كمان نلاقي نفسنا مش قادرين نمشي، مش قادرين نطلع السلم. لا، ده في حاجة تانية، ان ممكن واحنا بنقوم من على السرير الصبح ابقى مش قادر اقوم، ظهري بيوجعني. الحقيقة في علم دلوقتي اسمه المناعة النفسية العصبية، بيقول ان اللي بنفكر فيه جسمنا بيصدقه. بس تفتكري إن إحنا أول ما بنحس إنه أوكي أنا مثلا رجلي تقيلة، أنا مش عارفة أقوم من على السرير أو أي حاجة من الحاجات اللي انتي قلتيها دي، تفتكري إن أول حاجة هتيجي في بالنا هو ان انا مضغوط او ان انا حاسس بتقل او حاجه زي كده، ولا اول حاجه هتيجي في بالنا اوكي انا محتاج مثلا اروح لدكتور العظم، مش عارفه محتاج اعمل تحليل واروح لدكتور الباطنه ولا حاجه زي كده؟ والله انتي تمام يا ندى، لان اللي بيحصل اني في الفترة الاولانية بقول لا لا دي حاجة بسيطة، دي حاجة بسيطة، وبعدين لما بتتقل الاعراض ببتدي اقول اللي انتي بتقوليه بقى. يعني احنا بنفوت على نفسنا فترة عمالين نقول اهي حاجة وتعدي، عرض وتعدي، مفيش مشكلة، هشرب شاي بنعناع، اخد ليمون، انزل اتمشى شوية. كأننا بالظبط بنعمل حاجة اسمها دينايل، إنكار. لا لا أنا زي الفل، أنا ما فيش حاجة، دي بس هروح معرفش أكلم مين وأبقى كويس. اللي انتي بتقوليه ده مهم جدا، لأن ده بيبقى الخطوة التانية، اللي هو يلا روح لدكتور القلب، ده أنا دقات قلبي سريعة، يلا روح لدكتور العظم، يلا روح لدكتور الجلدية. تمام. بس ساعات كتيرة قوي دلوقتي بتجيني حالات بيقولوا لي احنا رحنا لكل الكلام ده بس الأعراض ما زالت موجودة. ليه؟ لأن الخطوة الثالثة بقى أفهم إن أنا التأجيل اللي عملته خلى جسمي، التأجيل ده نتيجة ضغوط نفسية وتوتر، وأنا بعمل له إنكار. انا لسه كنت عايزه اقولك ان احنا غالبا ما عندناش وقت ان احنا نروح للدكتور. يعني ناس كتيره قوي مسحوله قوي في كل يوم بيشتغلوا شغلانه 2 3، ممكن تبقى شغلانه واخده 3/4 اليوم اوريدي، وبالتالي ما بيبقاش عندنا وقت بصراحه نروح للدكتور، نقضي عند الدكتور مثلا بتاع 5 ساعات العلاج الطبيعي معرفش قد ايه، حاجه زي كده. فمعظم الوقت احنا بنأجله، ويمكن في جزء مننا كمان مش قادر يعترف ان هو في السن ده وحاسس بكل الاوجاع دي او حاجه زي كده. والله انت بتقولي كلام يخض، لان معنى كده ان انت مش اولوياتك.
وهي دي القضية، ان الاعراض النفس جسمية بتيجي للناس اللي بتأجل. جسمي بيقول اي لان انا بنكر اقول اي، ما عنديش وقت. وزي ما انتي بتقولي بنشتغل شغلانة واتنين وتلاتة وعندي مسؤوليات بيت. والمشكلة الحقيقية اللي بتطرحيها دلوقتي يا ندى ان سنك الشباب اللي في العشرينات والتلاتينات والاربعينات، انتوا صغيرين قوي على ده، لكن الضغوط اللي عليكم اكبر كتير من احتمالاتكم. انا رأيي ان احنا نقول اي وما نأجلش. وده بيدخلني في السؤال اللي بعد كده، هو انا احمي نفسي ازاي؟ تفتكري ممكن نحمي نفسنا ازاي من التوتر، من الضغوط اللي بتوصلنا للأعراض النفس جسمية؟ يعني ما اقدرش ان انا عارفة طرق كتير، ما اقدرش اقول ان انا عارفة طرق كتير ممكن احمي بيها نفسي من ده. بس قوليلي انتي ممكن نعمل كده ازاي، لان اعتقد ان احنا كلنا محشورين في الحتة بتاعت انه اوكي انا محتاج اخد وقت لنفسي، انا محتاج استرخي شوية. انا لما بندرك ان المشكلة العضوية دي علشان احنا متوترين او مضغوطين او كده، بس الحقيقة ان احنا ما عندناش رفاهية بتاعت ان احنا نعمل ده، ما عندناش رفاهية ان احنا ناخد البريك، ما عندناش رفاهية ان احنا نقف ونقول اوكي هو ايه اللي بيحصل وليه، الا لما بنقع خالص. يعني لو حد صحي في نص الليل راح الطوارئ علشان فجأة القولون ضرب، معرفش الحصاوي عملت ايه، حاجة زي كده، فده بس بيبقى الالارم. ورغم هذا بعد ما بخرج من المستشفى خلاص انا نسيت ايه اللي حصل، برجع تاني اروح الشغل عادي. ف قولي لي انتي ندى، لو نقدر واحدة نتصرف مع لو ده واحدة ازاي. صاحبتك أو حد قريب منك وانتي في كل الشغل اللي انتي فيه ده وقع، بتعملي ايه؟ بسيب الشغل وبروح له. بالظبط، بالظبط. معنى كده ان انتي بتروحي لحد غيرك تسنديه. انا بطلب منكم النهاردة ان انتوا تسندوا نفسكم الاول. وده السؤال اللي انا عايزة اطرحه. ازاي ابدأ اكسب روحي؟ ازاي احمي نفسي؟ الأقربون أولى بالمعروف يا جماعة. يعني أنا معقولة زي ما ندى بتقول كده، لما أقول لها واحدة صاحبتك تقع تقول لي هسيب كل حاجة يا شيخة؟ طب ولما ندى تقع يعني الأولى إن إحنا نسند نفسنا. اسندي نفسك، روقي. يعني إيه بقى يا كريمة أسند نفسي؟ يعني تاخدي بالك من الأوجاع، الألم، نتعلم نسمع جسمنا. دي حماية روحي. في مهارة محتاجين نتكلم عليها النهاردة، مهارة حماية الذات. بتبتدي اني اتعلم اسمع جسمي، اسمع روحي، ما بقاش مدووش بالشغل وبالناس وما يجب ان يكون وكل الكلام ده. اوكي، ازاي بقى احمي نفسي؟ ازاي ابتدي اهدى شوية، على الاقل ادرك انه التوتر والضغط والعصبية وكل ده هو اللي مخليني بتوجع فيزيكلي؟ ازاي ابتدي اعمل ده؟ يعني انتي بتقولي دلوقتي ان هو تمرين حلو، اتمرن ازاي؟ اعمل ايه؟ معرفش، ممكن تبقى حاجة بعملها كل يوم، ممكن تبقى حاجة بعملها كل ويكند، ايه رأيك؟ شوف يا ندى، هو في الأول بيبقى تمرين، بعد كده بيبقى مهارة، يعني بيبقى عادة. العادة هنا إن أنا أبقى واخد بالي من نفسي. يعني إيه؟ أفكر هو أنا مين؟ هو أنا عندي إيه؟ ده بنسميه سيلف كونسبت، مفهوم الذات. تبتدي تشوفي هو أنت يا ندى علشان ما تجيلكيش الأعراض دي ممكن تقولي هو أنا أستحق إن أخد بالي من نفسي؟ يبقى محتاجين نفكر إحنا مين؟ بعمل إيه؟ الأهم بقى يا جماعة، هو أنا كفاية؟ هو أنا بجري كل ده ليه؟ هو أنا عايزة أحقق إيه؟ هو أنا مش حاسس إن كل اللي بعمله ده كفاية ولا لأ؟ يبقى أنا كفاية بتيجي من حاجتين. أنا مين؟ الناحية التانية بقى حاجة بنسميها يبقى سيلف كونسبت، سيلف استيم.
الإحساس بالقيمة. هو أنا استحق؟ أنا فعلا حد بعرف 1 2 3، بشتغل 1 2 3، أنا جدع في 1 2 3. معنى كده إيه؟ ما اقعد زي ما بقدم للشغلانات اللي انت عمالة تقولي لي عليها بتشتغلوها دي، السي في بتاعي، مواصفاتي المهنية، ما تقدمي مواصفاتك الإنسانية لنفسك. ايوه، بس انتي عارفه ان احنا في ناس مننا كتير قوي في كلمه انتي دايما بتقوليها، اخدان البال صعب. ساعات الواحد بيحس انه اوكي ماشي، يعني كاني خبطت صباعي الصغير بتاع رجلي في السرير، مش قصه، وبتعدي بتعدي بتعدي. ممكن نبقى ما بنفكرش كتير او ما ناخدش وقت عشان نقف ونقول اوكي انا فعلا استحق، انا فعلا كفايه. بس هل انا فعلا كفايه؟ هل انا فعلا استحق؟ عشان كده احنا عملنا الرحلة الحرة. البودكاست بتاعنا رحلة حرة، ده هدفه ان احنا نشتغل على نفسنا. لان الحقيقة يا بنتي، احنا بنبدأ لوحدنا من ساعة ما بنتولد، ولما ربنا بياخد وديعته بننتهي برضو لوحدنا. كل اللي بنقابله رحلة، مين بيطلع القطر، مين بينزل منه، مين بيتكلم، مين بيسكت، مين بينسحب. هي الحياة كده. يعني إذن أنا اللي ببدأ مع نفسي وانتهي مع نفسي أولوية. التعامل مع نفسي على إني أولوية زي التعامل مع إزازة المية. يعني إيه؟ عمرك ما هتشربي من إزازة مية مش رواق، مغبرة، محتاجة دايما تغسليها وتمليها مية رايقة عشان تقدري تشربي منها وتشربي اللي حواليكي. طول ما احنا مش رايقين يا بنتي، عمر ما في حد ابدا هيقدر يتعامل معانا. وخصوصا انا نفسي هتبقى دايما بتهرب مني. متهيألي انه دي فرصة لطيفة ان احنا نقول ان شاء الله لو حبيتوا ان احنا نكمل البودكاست ده، ده هيبقى ظريف ان احنا نبتدي نتعرف على نفسنا، ننبش في روحنا، علشان فعلا نشوف بعد كده علاقتنا بالناس ايه. يعني هنبتدي بروحنا وبنفسنا جوانا، وبعد كده ننتقل للعلاقات بقى، او احنا ازاي بنرفلكت على الناس اللي حوالينا، هم ازاي كمان بيرفلكتوا علينا، وهكذا. يبقى كده احنا وصلنا للسؤال اللي انا عايزة اطرحه النهاردة، وهنبتديه في الحلقة الجاية. هو انا استحق اصلا افكر في نفسي واخد بالي منها؟ ما هو انا استحق هيجي هو اللي هيوصلني انا كفاية ولا لا. ان شاء الله الرحلة الجاية، تكملة الرحلة الحرة، هنكملها انا استحق ولا لا. بس خالص. دلوقتي احنا ان شاء الله هننزل حلقة كل يوم اتنين الساعة 6. طبعا مهم قوي ان انتوا تبقوا جزء فعال في الحلقة دي، زي انا وزي ماما بالظبط. وبالتالي اي اسئلة انتوا حابين تسألوها، اي مواضيع حابين ان احنا نتناقش فيها، قولوا لنا عليها. هنناقشها وهنعمل خطة على هذا الاساس. عشان كده انا بقول لكم انتوا مهمين قوي في الموضوع ده. كمان نحب ان احنا نزود حلقات ممكن في نص الاسبوع. قولوا لنا امتى مثلا تحبوا ان احنا ننزل حلقة زيادة، كل شوية بين كل حلقة والتانية، مرة في الموسم وهكذا، علشان نقعد نتفاهم بالظبط في الأسئلة اللي انتوا عايزينها، خصوصا لو كانت أسئلة على حلقة معينة، موضوع معين انتوا لقيتوا ان هو مهم، او هو ده اللي انتوا مهتمين بيه، او حاجة زي كده. نشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.